طبعا بنت الحشد الخريفيه دي من اخطر الحشرات على مستوى العالم. اللي بدات في امريكا، يعني هي بدايتها كانت في امريكا الشماليه والجنوبيه والوسطى، واتنقلت لافريقيا سنه 2016 واتنقلت عندنا هنا طبعا في مصر ضمن الدول الافريقيه. دي مصيده الدوده الخريفيه. الدوده الخريفيه من مواصفات اللي طبعا الطور اللي هو المشكله اللي هو بيضار اللي هو اليرقه. ايوه يا ريس. اليرقه بتختلف عن يرقه دوده القط ان هي اول عجله سوداء وعليها حرف واي معكوس، وعلى اليرقه 3 خطوط بالطول من الاصفر للابيض تدرج من الاصفر للابيض. ده بالنسبه لليل اليرقه وهي الطول الضر يعني. بالنسبه للصيف بتبقى الدوره كلها بتتم في حوالي 30 يوم. بالنسبه للشتاء الدوره بتزيد شويه، ممكن تبقى شهرين، ممكن توصل 3 شهور. بس هي في جميع الاجواء، هي شغاله في جميع الاجواء، والعوائل بتاعتها كتيره جدا. يعني القط، الطماطم، الخيار، كله جميع انواع الزراعات. دلوقتي بالنسبه لنا طبعا الغله، طبعا هنحط المصاده دي في القامه في الغله. المصاده دي بترتفع عن المصاده المائيه يعني حوالي نص متر. يكون مثلا المصاده المائيه متر، دي بتبقى على ارتفاع ايه؟ متر ونص. دي ما بتضيفش عليها لا ميه ولا رقص ولا اي حاجه. بيبقى فيه الشريط صاعق بيتحط في الحته اللي تحت دي، والفرمون بيتحط في الحته اللي في دي الفرمون، ونفس النظام كده. طبعا الحشره اللي جايه دي في فتحه داخل الساعه، بتخش من هنا التغذيه بتاعتك. ايوه، وانت خلاص بتاعت الفراشات. طبعا دي شغاله على برنامج اسمه برنامج الفاو. برنامج الفاو ده برنامج عالمي، يعني في الدول الافريقيه والاوروبيه وكل جميع دول العالم وامريكا كله على البرنامج ده. مهندسين العالم بالكامل على البرنامج ده. البرنامج ده بينزل من على التليفون من على جوجل بلاي، بتنزله وبتحط لما بعد ما تنزل البرنامج طبعا بتحط الايميل بتاعك وتحط الايميل وباسورد، بيشتغل معاك. وانت بتقرا المصيده بتقراها من جنب بتقراها طبعا بالموبايل، على اساس ان هو بيبقى فيه خط طول وعرض. دي احنا مع بعض الاتفاق يعني ايه؟ يعني لو في اي مشكله برضه احنا مع بعض. هي لسه في الاول، بس اهم شيء طبعا نجمعوا 9 عشان بس اهم شيء وقت الناس التانيين. ما فيهاش ال9 نجمعهم مش هي ساحق تحت وبوست ساحق وبوست الفرمون من فوق. تمام. والبلاد اهي الاداره جنان عشان كل يجي ياخدها بعد الاجتماع. الاداره جنان، كفر سالم، جرنج، مشاه، ابو حمر، شبرتاني، شبراته، بار الحمام. دي 9 بلاد. افرض انسرقت يا ريس من الغيط، افرض انسرقت من الغيط. ما تفترضيش السيد يا محمد عشان ازاي كلام امبارح هيعدي فيها جاز ولا هيعدي فيها بنزين؟ طول الخردة يا ريس. نعم. اعتبرها مصيدة مساكن، يعني احطها برضه في الجنب، بس جنب مساكن في مكان تحت عين. وخلي يعني واحد مثلا يوم جلدين يعني واحد يعني لو اي سؤال برضه انا يعني دلوقتي يا جماعه بس عشان الوقت ما عندناش وقت، الاستاذ احمد بالنسبه لموضوع الساعه كان حصر الحيازي، شوف الاستاذ احمد دخلت عايز ايه؟ البلاد يا جماعه اللي احنا قلنا عليه هيستلمها من الخليفه ويستلم الساعق والفرمون. اتفضل.